بسم الله. قصة الكب كيكس. الكب كيكس اللي قدامنا دول، واحدة ما شاء الله عليها خدت عملتهم في البيت، ودول كانوا علب فاضيين عندها، حطتهم فيه وخدتهم إلى الجامع. هي عاملة 2 لأن لازم يبقى فيه 2، لأن في أطفال، هما للأطفال طبعا، وفي أطفال مع باباهم وفي أطفال مع مامتهم، فنص هنا ونص هنا. طبعا ما تعبوهاش في حاجة، هي أصلا جايباهم الباكس المعمول جاهز دوت، ما عليها غير إنها بس سوته. فديت مجرد فكرة مثلا حاجات بتدي إن شاء الله حسنات كتيرة في رمضان. والأطفال دولت طبعا منظرهم وهم طبعا مبسوطين بالكب كيكس والحاجات اللي زي كده. وهي الست دي بتعمل كل أسبوع تقريبا حاجة مختلفة ليهم، ولو قدرت اوريها لكم هبقى اوريها لكم. يعني انتوا لو حتى ما في مصر بتروحوا الجامع في قسم للستات، او لو في البيت وجالكوا ناس بتبقى هي اصلا للاطفال يعني. وربنا يحفظنا جميعا.